السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهاردة نعمل شوية مايونيز بيتي حلو جدا جدا وطعمه حلو جدا واحلى كمان من الجاهز، وهنعمله بمقادير ومكونات بسيطة خالص موجودة عندنا في البيت. تقريبا بكوباية واحدة من الحليب ونص كوباية من الزيت هتعملي حوالي 2 برطمان من المايونيز، ومش هنستخدم فيه بيض خالص زي بتاع بره. فان شاء الله الفيديو يعجبكم، تابعوني للنهايه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. سيبولي اي كومنت صغير منكم عشان ادخل وارحب بيكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقه والمقادير مع بعض. اول حاجه انا معايا كوبايه من الحليب ده كان حليب عادي جدا وراب عندي فاستخدمته عادي. ممكن تستخدمي حليب عادي او حليب يكون راب عندك زي كده، تمام، لكن الاساس بتاعه ان هو بيتعمل من الحليب العادي مش الرايب. تاني حاجة معايا نص كوباية من الزيت، انا حطيتها في حاجة كده يكون ليها بوز من قدام، دورق كده ليه بوز عشان اقدر اصب منه الزيت بسهولة في الخلاط، تمام. بعد كده هنجيب الخلاط وهنحط فيه كوباية الحليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم يكون الحليب والزيت الاتنين ساقعين جدا جدا، يعني انا لسه مخرجاهم من التلاجة، ولازم يكونوا ساقعين جدا جدا عشان الوصفة تنجح معاكي. حطيت نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة كمان من السكر، الاتنين دول كده مع بعض هيظبطولك الطعم كويس جدا، تمام. من كل حاجة نص معلقة صغيرة. حطيت كمان عصير نص ليمونة، يعني بيعادلوا حوالي معلقة صغيرة كده من عصير الليمون، تمام. حطيت كمان معلقة كبيرة من الخل، وما تزودوش عن معلقة كبيرة، هو معلقة كبيرة حلوة جدا. بعد كده هضربهم كويس جدا في الخلاط زي ما انتوا شايفين على سرعة اللي هي سرعة هادية مش سرعة عالية، عشان السكر وكمان الملح يدوب معايا واتأكد ان هما دايبوا كويس جدا. بعد كده هبدأ اضيف الزيت. بنضيف الزيت مش مرة واحدة، بنضيفه سرسوب كده من الفتحة الصغيرة اللي بتكون في الغطا اللي فوق بتاع الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اخلص كل كمية الزيت. بعد كده بقفل الغطا وبسيبه يتضرب على سرعة عالية لمدة دقيقتين. بعد كده دي خطوة اضافية ممكن تضيفيها او لا، وهي ان انا بضيف قطعة او 2 من الجبنة المثلثات، وبضيف كمان معلقة صغيرة من المستردة بتديه نفس المزازة بتاعة المايونيز الجاهز، وكمان بتديه اللون الاصفر الخفيف قوي قوي بتاع المايونيز اللي هو الجاهز المعلب، تمام. هضربهم برضو كويس جدا جدا. انا بعد ما بضيف كل المكونات بسيبه يتضرب حوالي من دقيقة كده، من دقيقة ونص كده لدقيقتين، لحد ما يتقل معايا ويوصل بالقوام اللي انا عايزاه. ده كده بعد ما يتضرب كويس ده القوام بتاعه. احنا في الاول واحنا بنضيف الزيت بنضرب على سرعه هاديه. بعد ما بنخلص اضافه الزيت وبنضيف كل المكونات بتاعتنا، لو حابين نضيف جبنه او حابين نضيف مستردة، بنضرب على سرعه عاليه لمده دقيقه او دقيقتين لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه بالشكل ده كده. شايفين طبعا القوام بتاعه حلو جدا، وبيكون طبعا بالقوام الخفيف شويه اول ما يتعمل، لكن بعد ما بيقعد في التلاجة بيتقل جدا جدا وبيكون بالظبط زي الجاهز. ده كده القوام بتاعه هو لسه معمول حالا، ما عادش في التلاجة خالص. وده كده القوام بتاعه بعد ما دخلته التلاجة، حاجه بسيطه خالص، ما فيش ربع ساعه او تلت ساعه. لا انا دخلته الفريزر بصراحه عشان كنت مستعجله عليه. حوالي 10 دقايق ربع ساعه كان بالشكل ده كده عشان ياخد بروده بسرعه ويتقل معايا سنه، عشان اقدر اوريه لكم طبعا قبل ما اقفل الفيديو. شايفين القوام بتاعه ممتاز جدا. اعملوا كميه صغيره بكميه صغيره وبتحطوها في التلاجة لمده اسبوع في برطمانات نظيفه ومعقمه، وما تستخدموهاش اكتر من كده، يعني اقصى حاجه اسبوع في التلاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حطوا له لايك لو عجبكم واشتركوا في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.